القصة بتبدأ سنة 2029 والدنيا خربت يا باشا. الذكاء الاصطناعي اللي اسمه سكاي نت قام قال للبشر جيم اوفر، وبدأ يضرب بالنووي في كل حتة على الكوكب. ادي الناس اللي نجت مش كتير زي الأول، بقوا زي الصراصير بيستخبوا في المجاري، وقائدهم واحد بطل اسمه جون كونر. وسكاي نت عمال يحاربه ومش عارف يتصرف معاه. راح قال لك طيب انا هرجع بالزمن اقتل امه قبل ما تخلفه ابن الصرمه دوت. وفعلا الالات عرفت تفتح بوابه زمنيه وبعتوا اخطر روبوت عندهم، الترمينيتور تي 800. روبوت قاتل، جسم مصفح ومخ ما بيغلطش. والترمينيتور كان جايب ميشن واحد بس، يقتل سارة كونر قبل ما تولد جون اللي هيبقى منقذ البشريه. الترمينيتور وصل لوس انجلوس سنه 1984 عشان يقتل ام جون. بيوصل وهو عريان سلوبيتا ما تفهمش ليه. راح ثبت 3 عيال وقلبوا في الموتوسيكل بتاعهم. وفي نفس الوقت المقاومه في المستقبل بعتوا حد يحمي ام جون اسمه كيل ريس. كيل جندي فقري بس قلبه ابيض، وصل هو كمان عريان. ما تفهمش الزمن ده مش بيحترم حد ولا ايه. راح سرق بنطلون من واحد متشرد، واول ما الشرطه شافته قالت ده حرامي يا جدعان وجروا وراه. بنشوف ام جون اللي اسمها ساره كونر، بنت عاديه جدا بتشتغل جرسونه في مطعم. وبنلاقي الترمينيتور داخل يدور على ساره كونر عشان يعرف عنوانها ويقتلها. وشايف ان في 3 ساره كونر في المدينه، قال لك تمام هفنشهم كلهم وانا لسه هتاكد اذا كانت هي ولا لا. ساره بتاعتنا سمعت الخبر في التلفزيون وان في واحد مجنون بيقتل اللي اسمهم ساره كونر. البت اترعبت وقالت يا نهار اسوح وطلعت تجري وهي خايفه. كيل قدر يوصل لساره ومشى وراها، لكن هي شافته وخافت منه. افتكرته المجنون اللي بيقتل اي واحده بنفس اسمها، ودخلت تستخبى جوه صاله الديسكو. وبنشوف الترمينيتور داخل المكان هو كمان وماسك سلاح ليزر في ايده وبدا يضرب نار في كل الموجودين. كيل بيقول لساره بسرعه تعالي معايا لو عايزه تعيشي. بعد مطارده عربيات وشويه شقلباظات وضرب بالاسلحه الفتاكه، الشرطه قدرت تقبض على كيل وساره وودوهم اسم الشرطه. في الاسم حاولوا يقولوا لهم اللي بيحصل وان في روبوت عايز يقتلهم، لكن محدش مصدقهم. وبنلاقي الترمينيتور المجنون بيقتحم الاسم بعربيه ودمر المدخل خالص. كيل وساره قدروا يهربوا واستخبوا جوه جراج تحت الارض. كيل بيقول لساره الحقيقه انت هتخلفي جون كونر اللي هينقذ البشريه. ساره بتقول له انا يا ابني ده انا لسه مش عارف اطبخ مكرونه بشاميل يا عم. وكيل بيعترف لساره انه جاي من المستقبل وانه بيحبها من زمان، وكان معاه صورتها من 30 سنه وهي بتضحك في الصوره، وكل يوم بيبص عليها وحبه يزيد ليها. وابن اللعيبه قدر يجيبها سكه ويوقعها في حبه. وفي الليله ديت ساره هتبقى حامل في جون اللي بعت كيل من المستقبل عشان يرجع يحمي امه، وبكده كيل يبقى ابو جون. حد فاهم حاجه ولا ايه الدنيا؟ المهم بنروح لمصنع مهجور، والترمينيتور اتبهدل خالص من ساره وكيل. جلده اتحرق وبقى هيكل معدني بعين حمراء ولا كانه عامل استباحه الله يخرب بيته. ساره في الاخر حطته في ماكينه كبس وكبسته وجدعها كبسه وقالت له انت اتفنشت بروح امك. لكن بنلاقي كيل اتصاب جامد وللاسف ما قدرش يعيش وضحى بنفسه عشان ينقذ ساره. في اخر مشهد بنلاقي ساره حامل في جون وهي في المكسيك بتسجل شريط كاسيت لابنها اللي لسه في بطنها، وبتقول له جون يا حبيبي لو لقيت الروبوت جه تاني قول له احنا غلابه يا بيه والنت بطيء عندنا. وفضلت تدي نصايح لابنها عشان يقدر يواجه الروبوتات لما يكبر. وبنشوف ولد صغير بيصور ساره وبيبيع لها الصوره بتاعتها، وبيتضح انها نفس الصوره اللي جون بيديها لكيل في المستقبل وبيرجع بيها في آلة الزمن. وللمفارقه هنا الترمينيتور اللي ساره دمرته في المصنع ناس لقيته وقدرت تطوره، وهم نفسهم اللي هيخترعوا سكاي نت في المستقبل. فصباح الفل ودك من فين يا جحا؟ ومين جه الاول البيضه ولا الفرخه؟ نخش على الجزء الثاني يا باشا. نخش على الجزء الثاني يا هانم. جون اللي هيبقى زعيم المقاومه في المستقبل دلوقتي هو عيل صغير عنده 10 سنين، عصبي وبيحب يعمل مشاكل وعايش مع نسبه بنيات. بيروح يسرق فلوس من مكنه ATM وبيركب موتوسيكل ويهرب هو وصاحبه. وبنشوف امه ساره محبوسه في مستشفى للامراض النفسيه بسبب انها كانت بتحاول تفجر مصنع سكاي نت واتقبض عليها. وبتقول الدكاتره كل يوم في روبوت هيجي يقتلني من المستقبل. وطبعا الكل فاكرها اتجننت، وحتى جون اللي عنده 10 سنين مفكر امه بتهلوس بكلام عن الروبوتات والمستقبل. فجأة بوم، برق ازرق في جراج عربيات يطلع منه واحد بعضلات ونلاقيه شبه الروبوت تي 800 اللي جه قبل كده. في نفس الوقت برق تاني يطلع منه واحد تاني خالص، وده يا باشا الترمينيتور تي 1000. الروبوت دوت مصيبه سودا، بيطلع سكاكين من ايده وجسمه عباره عن سائل بياخد شكل اي حد، وكل هدفه انه يقتل جون الصغير. وفجأة بيظهر الروبوت القديم بيضرب نار على الترمينيتور ومحدش فاهم اللي بيحصل. الروبوت وصل لجون واخده ركبه وراه على الموتوسيكل بتاعه وخلعه بسرعه. جون بيقول له انت عايز تقتلني ليه؟ لكن الروبوت بيفهمه انه اتعاد برمجته وهو دلوقتي مكلف يحميه. بعد ما هربوا جون والروبوت الطيب
بيروحوا للمستشفى عشان يهربوا ساره ام جون، وهي بالفعل كانت بتحاول تهرب. ساره اول ما شافت الروبوت بتصرخ وهي خايفه منه. الروبوت بيطمنها وانه جاي ينقذهم، وفجاه الترمينيتور تي 1000 بيظهر وبيعدي من الحديد زي السكينه في الحلاوه. وكل ما يحسوا ان هم في امان الترمينيتور ابن اللذينه بيظهر تاني وما بيسميش على حد. ساره بتقرر يروحوا مخزن الاسلحه في المكسيك ويبداوا يخططوا هناك، ولازم يدمروا كل حاجه تخص سكاي نت قبل ما تبدا اصلا. وده معناه ان هم لازم يروحوا للعالم اللي هيخترع سكاي نت ويمنعوه من اختراعها. ساره بالليل بتنام لكن بتحلم بكوابيس وان المدينه بتتحرق بالنووي. ساره بتقوم مفزوعه وبتقرر تروح تقتل العالم بتاع سكاي نت لوحدها. بتلبس جلد اسود وتطلع زي النينجا وبتروح لبيت العالم عشان تقتله، لكن بتلاقي انه عنده عيال صغيره وهي بتعيط وتقول انها مش هتسمح ان ده يحصل تاني. جون والروبوت بيلحقوها وقدروا يقنعوها ان في طريقه تانيه. التلاته بيشرحوا للعالم ان شغله هيدمر الدنيا كلها. واول ما شاف دراع الروبوت تي 800 بنفسه الراجل بيتفاجئ ان هو اللي هيدمر البشريه، وبيقول انا كنت هعمل شريحه للاي اي وبس. وكلهم بيقرروا يدمروا المبنى اللي فيه الاختراعات. بيوصلوا هناك وبيحطوا قنبله تدمير للمعمل كله، بس البوليس بيقطع عليهم الطريق والظباط بيضربوا نار على العالم وبيقتلوه بالغلط، بس هو بيلحق يدوس على زرار التفجير. الترمينيتور تي 1000 بيرجع تاني وبيجري ورا ساره وجون، والروبوت الطيب بيتضرب بالنار وجون بيصرخ وساره بتصرخ والدنيا كلها بتصرخ. وبعد ضرب وطاخ طوخ تيخ بيقدروا يتغلبوا على الترمينيتور تي 1000، لكن الروبوت تي 800 بيكون اتبهدل على الاخر. جون بيقول له اوعى تقفل يا عم، والروبوت اخيرا قدر يفهم ليه البشر بيعيطوا، بس هو عمره ما هيعرف يعيط زيهم. وفي الاخر الروبوت تي 800 بيقرر ينزل في الحديد المسحور عشان يضمن ان مفيش ولا قطعه تكنولوجيا من المستقبل تفضل موجوده ومحدش يعيد اختراعها تاني. جون بيعيط وانه مش هيقدر يعيش من غيره، والروبوت بيبتسم له وهو نازل يدوب في الحديد. جون وساره في العربيه بالليل، وجون بيقول في التسجيل لو الروبوت قدر يتعلم قيمه الحياه يبقى ممكن احنا كمان نقدر نغير المستقبل. وبما ان الاحداث في المستقبل عشان تحصل فلا بد ان الاحداث في الماضي هي كمان تحصل، وده معناه ان سكاي نت لازم هتتعمل، ويوم الحساب والنووي اللي هيتضرب لازم هيحصل. في الجزء الثالث بنشوف جون وهو شاب بس عايش زي المتشردين بيستخبي من الالات بعد ما امه ماتت، وفي الحقيقه جون بدا يتجنن وهو مستني يوم الحساب يحصل في اي لحظه ومش عارف امتى بالظبط. والاسوأ ان سكاي نت بعت الترمينيتور احدث بمراحل عشان تقتل الاعضاء الرئيسيه في المقاومه وما يبقوش شوكه في زورها. بعد كده بيقدروا يبعتوا ترمينيتور موديل تي اكس. الترمينيتور بيستهدف جون ومراته المستقبليه كات، وللمفاجاه بيظهر تاني الروبوت الطيب تي 800 عشان يحميهم، ومحدش عارف هو قدر يرجع تاني ازاي. التلاته بيهربوا وبيوضح لهم انتوا ما قدرتوش تمنعوا يوم الحساب او التفجير النووي، لكن كل اللي قدرتوا تعملوه هو تاخير وقت حصوله، وانه رجع تاني للماضي عشان يحمي جون ومراته من الانفجار. وجون يا عيني مش مصدق نفسه. جون بيأمر الروبوت يروح بيهم لابو مراته اللي بيتضح ان هو ضابط مهم جدا في القوات الجويه، بس الروبوت بيرفض. ولما كيت بتكرر الامر بيسمع الكلام. جون بيتفاجئ والروبوت بيوضح لهم انه بيسمع كلام كيت بس، وده لانه في المستقبل هو اللي قتل جون، وبعد ما اتمسك اتبرمج من جديد واتبعت للماضي باوامر كيت. مهم التلاته بيوصلوا لمكان شغل ابو كيت وبيحاولوا يوقفوا الجيش عن تطوير التكنولوجيا اللي هتبقى سكاي نت بعد كده، بس للاسف الكمبيوترات بتبدا تسيطر على انظمه السلاح بعد ما الترمينيتور تي اكس بتفعل الاسلحه في المعمل، وابو كيت بيموت. ابو كيت قبل ما يموت يقول لهم مكان مصدر سكاي نت ولازم يروحوا فورا يدمروه. جون وكيت والروبوت بيروحوا للوكيشن على امل ان هم يقدروا يدمروا سكاي نت، وهم بيجروا بيظهر تاني الترمينيتور تي اكس، فالروبوت الطيب بيرمي نفسه عليه وبيواجهوا بعض. جون وكيت اخيرا بيوصلوا للوكيشن لكن بيكتشفوا ان كل ده على الفاضي، وان ابو كيت ما كانش بيقول لهم ازاي يدمروا سكاي نت ولا حاجه، ولا حتى ده اللوكيشن بتاعها. وبيتضح ان ده مخبأ مجهز للحمايه من الصواريخ النوويه، وان ابو كيت كان عايز يحمي بنته مش اكتر، وكان فاهم ان مفيش فايده وعايز بنته تعيش. وفي النهايه سكاي نت بتهاجم البشر وبتطلق الصواريخ النوويه على العالم كله ومليارات من البشر بيموتوا. جون بياخد الراديو في المخبأ وبيبدا يبقى قائد المقاومه، وان ده كان قدره اللي مكتوب له. ندخل على الجزء الرابع من السلسله العظيمه ديت. جون كونر بقى جندي مجند شاب محنك عنده خبره في الحروب ضد الالات، ولسه راجع حالا من غاره عاملها عليهم. بيقابل شخص نص انسان ونص روبوت اسمه ماركوس، وماركوس ذات نفسه ما كانش يعرف ان نصه عباره عن روبوت، وده لانه كان محبوس من قبل ما سكاي نت تتفجر العالم، والدكاتره وقتها عملوا تجارب عليه وكان هو اول مشروع في سكاي نت واحتفظوا بيه عشان يستخدموه بعد كده. ولما فاق بعد كل السنين ديت ماركوس بيرفض ينضم للالات وقرر انه يقف في صف البشر، وبالفعل لما جون اتصاب في قلبه وخلاص بيموت ماركوس بيضحي بنفسه عشانه وبيسمح لهم ياخدوا قلبه ويدوا جون. المهم الجزء ده بيعدي سريع وبندخل على الجزء الخامس، وهو يعتبر الاحداث ما قبل الجزء الاول. بنشوف جون في المستقبل وهو بيبعت
كيل ريس لسنه 1984 عشان ينقذ امه قبل ما الروبوت تي 800 يقتلها، والكلام دوت قبل ما جون يتولد. ولما كيل بيرجع بالزمن بيلاقي الروبوت لكن مختلف ومتطور جدا، وبنكتشف ان الخط الزمني اختلف عن الاول بسبب التدخل في الماضي وتغيير احداث المستقبل. وبيتضح ان الروبوت تي 800 كان موجود وقت ما ساره كانت لسه طفله، وراح ينقذها من ترمينيتور راجع لزمانها وكان هيقتلها. ساره اتربت على ايد الترمينيتور تي 800، ولما كبرت سمت الروبوت بوبس، وبوبس متبرمج على حاجه واحده، انه يحمي ساره مهما كان الثمن. ساره وبوبس قدروا يبنوا آلة الزمن، وده لان بوبس كان عنده علم بيها واستخدمها كتير، وساره عايزه تطلع بالزمن في احداث التفجيرات النوويه وتوقف سكاي نت للابد. بنلاقي كيل قدر يوصل لساره وبيحاول يقنعها ان في تغيرات حصلت في الزمن دوت، والاحسن لها تروح بزمن ابعد وهو سنه 2017. وده لانه لما كان في المستقبل مع جون وبيرجع بآلة الزمن لقى ان في تغيرات رهيبه بتحصل، وشاف حد بيضرب جون قبل ما يرجع، وشاف برضه رؤيه لنفسه وهو صغير في زمن 2017، وفاهم ان الزمن دوت هيحصل فيه كارثه نهايه العالم ومش قبل كده زي ما كان المفروض يحصل. وبكده الازمان كلها دخلت في بعضيها بسبب التغيرات الكتير اللي حصلت. والمفاجاه هنا بنكتشف ان جون ذات نفسه ركب آلة الزمن من المستقبل ورجع ل 2017، لكن رجع وهو ذات نفسه ترمينيتور وبقى في صف الآلات. احي يا ابو سوسو احي، يعني جون باع القضيه وبقى عميل حقير في صف الترمينيتور. وبنكتشف ان سكاي نت في 2017 موجوده لكن باسم تاني وهو جينيسيس، وجون بيحاول بكل قوه يوقف ساره وكيل وبوبس من انهم يوقفوا نهايه العالم. وبنفهم ان جون للاسف اتغير بعد ما سكاي نت ذات نفسه راح ضربه في المستقبل لما كان جون بيصفر كيف آلة الزمن، وسكاي نت دمج جسم جون مع الآلات وقدر يغير من تفكير جون. وعشان سكاي نت يضمن وجوده في الزمن دوت استخدم جون وبقى هو الحارس بتاع سكاي نت او بالاسم الجديد جينيسيس. بتمر الاحداث وبتقدر ساره وكيل وبوبس يدمروا جينيسيس وجون، لكن بنكتشف ان قلب النظام بتاع جينيسيس لسه موجود وما اتدمرش. بنخش على اخر جزء نزل حتى اللحظه ديت وهو ترمينيتور دارك فيد، وبنشوف الترمينيتور تي 800 وهو بيرجع للزمن، وبنلاقي الترمينيتور بيروح يقتل جون وهو صغير. وبكده جون لا هيبقى في المقاومه ولا هيبقى ترمينيتور بعد كده ولا اي حاجه. بتعدي السنين وبنكتشف ان هيبقى في بطل تاني للمقاومه وهي بنت اسمها داني، وبيتم ارسال ترمينيتور حديث جدا لقتلها، لكن ساره وهي كبيره بتظهر وبتحاول تحميها. وبيظهر برضه جندي خارق جاي من المستقبل اسمها جريس وظيفتها حمايه داني خصوصا من الترمينيتور الحديث ريف 9. وبنفهم ان ساره عرفت معلومات عن داني لان في شخص مجهول بيبعت لها رسائل على الموبايل عن اي روبوت جاي من المستقبل خلال السنين اللي فاتت. ساره وداني وجريس بيحاولوا يوصلوا لمصدر الرسائل ويعرفوا مين الشخص دوت. بنفهم ان في المستقبل سكاي نت ما بقتش موجوده خلاص، لكن طلع بديل ليها انيل وانيل اسمه ليجن، بمعنى ان سكاي نت هي جينيسيس هي ليجن لكن كلها باسماء مختلفه، وكل مره بيحصل تغيير في الزمن الاحداث بتتغير والاسم بيتغير، لكن العقل المدبر وراء سكاي نت هو نفسه الذكاء الاصطناعي. المهم الثلاثي المرح بيقدروا يوصلوا لمصدر الرسائل، وبنكتشف ان المصدر هو الروبوت تي 800. بنشوف عدى عليه الزمن وان جلده وشعره اتأثروا بيه وكبر في السن بالرغم ان هو روبوت، وان بعد اخر مهمة عملها اتعلق في الزمن دوت وقرر يعيش كأنه انسان طول السنين اللي فاتت. سارة اتصدمت منه وعايزة تقتله وتنتقم لابنها اللي موته، والروبوت بيوضح لها انه كان بيساعدها كل السنين ديت عشان يرضي ضميره، قال يعني هو بقى انسان وعنده ضمير كده. بعد شوية احداث وطخ طخ طيخ بيقدروا يدمروا ترمينيتور ريف 9، لكن بعد ما دمروا المكان باللي فيه وجريس بتتأثر بجراحها وتموت بعد ما ضحت بنفسها عشان تحمي داني. وبيقدر الروبوت تي 800 ينهي اي اعادة وجود للترمينيتور وبيحمي داني وسارة للمرة الاخيرة.